إن المعصية إذا جهر بها وعمت البلدان كانت العقوبة عامة. والله لو أننا فعلنا الأفاعيل العقوبة عامة. وقد قص الله علينا قصص القرى. قال ربنا عز وجل: تلك من أنباء القرى نقصها عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، تخسير، خسران في خسران، ذنوب لا تسل. والله يا عباد الله إن لم تكن العقوبة متنزلة إلا على تبرج النساء لكفى. حتى بنات الأرياف، البنطال والضيق والقصير والأحمر لبنات الإعدادي وبنات الثانوي، هذا التبرج السافر هذا يرضي ربا قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والوالد يرى والزوج يرى والأخ يرى. فلماذا لا يعاقبنا الله عز وجل؟ ده هذه واحدة. فكيف بعدم إجابة المنادي حي على الفلاح وكأنه لا ينادي، وكأن هذا الأذان كما يقولون في ملطة، كأن هؤلاء ليسوا بمعنيين بهذا النداء. وهلم جرة هذه الأفراح التي والله لا ترضي عاقلا فضلا عن مسلم عابد، والله أفراح لا ترضي رجل عاقل، والجميع مندرج فيها. تلك المسارح والرقص والطبل والزمر والكهارب التي تأخذ عشرات الآلاف، ثم يقول: اشتدت المعيشة وغلت الأسعار وحدث. والله عز وجل قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فلا بد من رجعة صادقة. مش شرط البلد كلها ترجع، ارجع أنت، استفق أنت. قال الله عز وجل: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا. لا تكلف إلا نفسك. افهم هذا، أنت غير معني أبدا أن تقلد الآخرين. وأما النساء إذا كان أمرنا إلى نسائنا فباطن الأرض خير لنا من ظاهرها. أصل الولية ضغط عليا والبت بتقول أنا عايز أبقى زي الصحي، وحضرتك ادفع وتداين. ولا شك أنك غالب الناس يأكل الربا، والربا والله حرب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.